مرحبا للكل، شلونكم؟ شلون الصحة؟ ان شاء الله تمام. رجعت لكم فيديو جديد. اتمنى فيديو اليوم تكونوا تم الصحة والسلامة، واتمنى بداية الفيديو لا تنسونا من اللايك والاشتراك وتفعيل جرس الاشعارات حتى يوصلكم كل شي جديد. حبيت اشارك وياكم مقتطفات من يومي وشنو الاشياء اللي سويتها، اتمنى تبقون وياي للنهاية. حبيت بداية صباحي دائما أرتب السرير وهاي، فحبيت جبت فرشة جديدة للسرير، حبيت إنه أشوفكم إياها وشكلها كلش حلو جميل. طبعا هنا لقيتها هي بالمحلات الألمانية، محل بريماكت اللي هنا عايشين بألمانيا يعرفونه، وسعرها جدا جدا مناسب، يعني سعرها 18 يورو فقط، والخامة مالتها كلش حلوة. يعني أنا شفت على الشي إن كان سعرها تقريبا يتراوح 35 يورو، يعني كان سعرها كلش غالي. فسبحان الله يعني ترددت ما اشتريتها، فرحت للأسواق عن البريماكت وشفت هاي يعني شكلها كلش حلو لطيف فاشتريتها. يعني فشكلها يعني الخامة مالتها وشكلها كلش مرتب، وكان عاجبني اني هيك موديل. فالحمد لله وشكر انه قدرت احصلها. حاولت هنايا ارتب البيت على السريع، لان اني كان عندي بعد الظهر موعد ياسمين بمركز الصحة، شلون نقول دائرة الصحة. هاي يسوونها فحوصات قبل الدخول للمدرسة، يعني هاي يمكن كل الإجراءات موجودة بالبلدان العربية والعالم. يعني الطفل يسوونه فحوصات عامة قبل لا يروح للمدرسة. فهنا كان حبيت إنه أنظف البيت تنظيف سريع، لأن أنا كان عندي الموعد الساعة 2. هو المكان كان شوي بعيد، فلازم نكون نطلع من وقت نتيجة الازدحامات والظروف، وبعدين المكان مو هالقد كنا ندلب. فحبيت بس أسوي تنظيفات سريعة للبيت. هو هذا احنا الموعد تقريبا احنا منتظرينه صار لنا 5 أشهر. لأن يقولون يعني لأن هم ياخذون بلوكات بلوكات، يعني منطقة بمنطقتها، يعني لأن هي دائرة واحدة فكل المدارس عليها، فالوقت يتأخر، الموعد يتأخر، يلا ينطونا إياه. وبعدين يعني انطوني قبل هاي الفترة انطوني أوراق دزولي إياها، قالوا هو إنه هاي لازم نمليها. فكانت أوراق كلش هواية ومعقدة وأسئلة كلش هواية بيها، يعني حتى يسألون على الجد والجدة، يسألون على الأب، إذا عندهم أمراض وراثية، إذا عندهم مشاكل صحية. ما أعرفون إيش دخله يعني بالمدرسة، فالشغلات يعني والله ما أعرف، معقدة هواية. وهمين يسألون عن الأب والأم وين ولادتهم والطفل وين مولود، وكان يعني كم سنة صار لكم هنا بألمانيا، شنو المراكز اللي راجعها الطفل، وهكذا هواية أسئلة. فهو ما عدا ذلك يعني خلال أول يعني من نروح المركز همين ياخذون وقت كل شوية، هم نفس الأسئلة يرجعون يعيدونها علينا، برغم أن أنا كتبتها لهم وعطيتهم إياه، بس مرة الثانية همين يرجعون ويسألون نفس الأسئلة. فأنا الصراحة المواعيد كلش أضوج منها، يعني الدوخة وتعقيدات وأوراق، يعني أدوخ صراحة. والهواية يحجون يعني حكي هواية يحجون، بس هو كله يعني شغلات بعدين احنا ما نعرفها، بعدين كلها يعني شغلات مفيدة، يعني يردون تفاصيل بس بعدين كلها تفيدنا. يعني هاي التفاصيل تفيدهم بالمعلومات، معلومات الطفل. هنا رحنا للمركز وكنا بالانتظار. أول شي هي جت إليها، احنا هنا نسميها اللوجوبدي، هاي يعني دكتورة النطق والسمع والبصر، نسميها الدكتورة. يعني شافت مستوى النطق مالتها، السمع مالتها، النظر مالتها شلون فحصتها، بعدين سويت لها فحوصات مثلا، تقدر تميز الألوان مثلا، تقدر التركيز مالتها شلونه، الأعداد شلونها، يعني بسرعة تقرأ الأعداد لو بطيئة بالقراية. كل هاي سويت لها يعني، وأخذوا الطول مالتها شقد طولها، الوزن مالتها شقد، إذا عندها حساسية من أكلات معينة أو لا. كل هاي التفاصيل أخذوها، وتقريبا مدة الموعد طولت تقريبا ساعة ونص. يلا خلص الموعد. بعدين من خلصنا من هاي معالجة النطق والسمع والبصر، ظلينا ننتظر شوية، وبعدين اجت الدكتورة العامة المسؤولة عن الملف مالتها، دكتورة يعني الشيف مالتهم أو المديرة مالتهم، هم نفس الحالة، هم قالت تسوي اختبارات. ياسمين كانت نوعا ما الاختبارات صعبة، يعني ياسمين ما تعرف لها يعني
بس همين سألتها أسئلة باللغة الألمانية جاوبتها. وهمين سألتها عن الرياضيات، وسألتها أكو كلمات صعبة لازم تكون هي تنطقهن بشكل الصحيح. يعني هواية شغلات. وهمين سويت لها اختبار للتوازن مالتها، يعني إذا كانت تمشي بشكل صحيح أو عندها اختلال بالمشي مالتها. كل هاي سويت لها الاختبارات، يعني التمارين الرياضية همين سويت لها، وشافت يعني حركة إيدها حركة رجلها. ف ظلت مستغربة نوعا ما، يعني إيش داخل هذا بالمدرسة وليش وشنو الغاية، يعني الطفل هو يريد يدخل المدرسة ليش. فالمهم هي هاي يعني شغلات كلش حلوة، يعني يركزون على الطفل إذا عنده مشاكل أو لا. في حالة اكتشفوا إنه عنده مشاكل إنه ما يودونه مدرسة عادية، يودونه المدرسة خاصة اللي عنده مشاكل مثلا صحية أو مشاكل بالنطق أو مشاكل بالدماغ مالته، مثل ما نقول التوحد. يعني مو رأسا الطفل يودوه مدرسة عادية إذا شافوا عنده يعني مرض معين لا سمح الله، أو مشكلة معينة مثلا بالنطق أو بالسمع مالته إذا كان مهلقد، لأن هم هنا كلش هواي عندهم مدارس خاصة لذوي احتياجات الخاصة يعني. فيسوون هاي الاختبارات ويشوفون إذا كان الطفل مؤهل إنه يدخل مدرسة عادية أو يكون يدخل مدرسة ذوي احتياجات خاصة وهكذا. وخلص الموعد على خير. فهنا حبيت إنه أسوي الدور مع السريع، يعني كنت محضرة الحشو هذا بس خليت اللحم والتوابل، والحمد لله خلصت على السريع رغم كنت تعبانة من الطريق، يعني أنا أتعب من الطريق. أنا قبل الفترة هي شلون نقول الدكتورة مالتها من شافت اللغة الألمانية صعبة شوية، مو هالقد تقدر ياسمين تنطق اللغة الألمانية بسرعة. قالت لي وديها مدرسة خاصة. المدرسة الخاصة هاي شنو؟ اللي عندهم مشاكل بالسمع، اللي عندهم مشاكل بالفهم، إذا عندهم مشاكل بالرؤية ما يشوفون زين، هاي يسمونها مدرسة خاصة. فأنا خفت عليها، يعني قلت هي من هسه تحس نفسها إنه هي مو مثل بقية الأطفال، يعني هذا يأثر على نفسيتها إنه هي عندها مشكلة صحية. فالحمد لله إنه المعالجة مالتها معالجة النطق قالت إنه ياسمين طبيعية وما بها أي شيء، مجرد إنه هي تحتاج وقت أطول شوية من بقية الأطفال إنه حتى تتعلم اللغة الألمانية. يعني كل واحد يعني أطفال صلوات يعني ما صارهم سنتين من إجوا على ألمانيا وأتقنوا اللغة الألمانية بشكل كله سريع، بس ياسمين بطيئة جدا بتعلم اللغة الألمانية، وذلك بسبب إنه كلش خجولة. يعني هسه هي بالبيت كلش ممتازة من تحكي اللغة الألمانية، بس من تطلع برا بالشارع وشوف الناس وهذه تستحي تحكي وياهم. فهذا السبب حاولت أفهمهم إنه هي كلش خجولة، يعني ما عندها أي مشكلة صحية. لأن هي لو كان عندها مشكلة صحية كان ما بسرعة إنه واحد يعني من يسألها عن الرياضيات مثلا أنا أدرسها 1+1 إيش قد، الحساب القسم كل هذا تعرف له. يعني أكو كلمات بالألماني إذا أنا أنطقها غلط هي تعلمني تقول لي لا هذا غلط وهكذا. فأنا رفضت فكرة إنه بنتي تروح المدرسة خاصة أو هيك شيء، ويعني أوديها مدرسة الطبيعية عادية العامة يعني. وأشوف وأنتظر إذا استمرت عندها هذا المشكلة أفكر بطريقة ثانية إنه أقدر أساعدها وخليها تتخطى هاي المشكلة. هنا ما قدرت أسوي التصوير كامل للغدا وتحضيراته لأن كان زوجي موجود ما قدرت أصور، بس هو هذا كملنا الغدا مالتنا على خير الحمد لله وشكر. وهنا حبيت إنه العصرية شوية أسوي لي فنجان شاي لأن دايخة من الطريق مثل ما قلت لكم. وشوية بخور للبيت شوية يعطيني طاقة إيجابية. وهمين أبى أوعلي شوية مسلسل أو بالتلفزيون، هذا روتيني اليومي مالتي إذا عندي فراغ. وإذا ما عندي فراغ إنه أقعد أقرأ أسئلة السواقة، لأن أنا إن شاء الله الشهر الجاي لازم أمتحن، وإن شاء الله أول شيء الأسئلة النظرية وبعدين الأسئلة العملية التدريب على السياقة وإن شاء الله خير. وهنا وصلنا على نهاية الفيديو. أتمنى الفيديو حلو ومفيد لكم، لا تنسونا من لايكاتكم الحلوة. أشوفكم على خير، مع ألف ألف سلامة، باي.